بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا الكره التانية. النهارده هنتكلم على ماتش كلنا قلقانين منه، مباراه صعبه جدا امام بالميراس يوم الخميس الساعه 7 في الجوله الثانيه من مباريات كاس العالم. بالميراس بالاداء اللي شفناه قدام بورتو ربنا يستر، في فرق سرعات سيد الرئيس، في فرق في السرعات سيد الرئيس. ربنا يستر على الاداء وربنا يستر على النتيجه في اللقاء. هنبتدي كلامنا مع بعض على التشكيل المتوقع للنادي الاهلي في اللقاء ده، وازاي هنقدر نتعامل مع السرعات والبدن العالي لفريق بالميراس وربنا يسترها. اول حاجه التشكيل المتوقع لينا او التشكيل المتوقع للنادي الاهلي في اللقاء ده، فالطبيعي هيبدا بمحمد الشناوي بعد اداؤه الرائع في المباراه الاولى، فالطبيعي ان هو هيبدا بيه محمد الشناوي. الرباعي الدفاعي محمد هاني زي ما هو اشرف داري وياسر ابراهيم. هيبقى الكلام كله هل طبعا بعد تاكد اصابه كوكا، فهيبقى الاختيار بين يحيى عطية الله وكريم الدبيس. اعتقد ممكن يكون الاقرب للسرعه كريم الدبيس، فهنشوف هل هيبقى الاختيار مين اللي هيلعب مكان كوكا في الباك الشمال. في نص الملعب مروان عطيه لا غنى عنه، مروان عطيه لا غنى عنه في تشكيل الاهلي في اي لقاء. راجل ملتزم وراجل يعني بيلعب الدور باعلى مستوى. فمروان عطيه وجنبيه حمدي فتحي زي اللي بدأوا الماتش بتاع انتر ميامي. الفكره بقى ان في غياب امام عاشور، هل هيرجع لخطه ان هو هيخلي محمد علي بن رمضان موجود في الملعب وزيزو وتريزيجيه وسام ابو علي، ولا ممكن يفكر في مواجهه البدني بتاع الفرقه ديت والسرعات بتاعتهم وضغطهم العالي، ان هو ممكن يخلي ان محمد علي بن رمضان موجود وكمان معاهم ديانج، يبقى 3 مدافعين في نص الملعب، ديانج ومروان عطيه وحمدي فتحي، وقدامهم محمد علي بن رمضان، وبعد كده يبقى تريزيجيه ووسام ابو علي. اعتقد ده الانسب. ممكن المدرب يعتمد فعلا لسه زي ما هو على المجموعه اللي لعبت او اللي بدات بعد الدقيقه 10 من الشوط الاولاني في ماتش انتر ميامي، بوجود زيزو ووجود محمد علي بن رمضان في نص الملعب وزيزو على اليمين وتريزيجيه على الشمال وامامه وسام. هنشوف. لكن الفريق ده فريق سريع، فريق بيضغط عالي، كاونتر اتاك عنده عالي، الضغط على المدافعين عالي. هنحتاج تركيز عالي جدا، اللعب بمليون في المية من الأداء والتركيز، مش هينفع السرحان خالص. التحضير من تحت هيبقى صعب جدا في وجود الضغط العالي منهم، هيبقى التحضير صعب جدا. هنحتاج بقدر الإمكان إن احنا نلعب الكور الطويلة على الأطراف أو اللعب من لمسة واحدة، وإن احنا نحاول بقدر الإمكان الكورة في رجلينا ثانية ثانيتين. أكتر من كده هيبقى خطر علينا كبير. وإن شاء الله بإذن الله ربنا وفقنا في اللقاء ده، لأن اللقاء ده هو لقاء مفتاح الصعود للدور الثاني. مش عاوزين نكرر اخطاء الماتش الاولاني، يا ريت يكون اتعلمنا من اخطاء الماتش الاولاني، مش عاوزين نكررها تاني. وباذن الله تعالى اللقاء ده ينتهي بنتيجه كويسه للنادي الاهلي، بفوز النادي الاهلي، عشان ان شاء الله نكمل في بطوله كاس العالم. كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا، ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.